السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا كلكم بخير وفي احسن حال. اهلا بيكم في فيديو جديد، وصفة جديدة. تعالوا مع بعض في الفيديو ده ننسى القلي والتحمير شوية ونوفر كمان في كمية الزيت. وكمان هنحضر مع بعض اجمل صينية قرنبيط بالبشاميل واللحمة المفرومة. عملت قبل كده معاكم القرنبيط البانيه، وكمان حضرنا القرنبيط المقرمش زي الكنتاكي بالظبط. في الفيديو ده ان شاء الله هنحضر مع بعض بقى القرنبيط بالبشاميل واللحمة المفرومة. حاجة كده في منتهى الجمال. الطريقة تعجبكم جدا وكمان سهلة وسريعة ومش هتاخد وقت معاكي خالص. تعالوا بينا على طول نبدأ الفيديو ونشوف هنحضر الطريقة ازاي. بس حابة اطلب منكم قبل ما نبدأ الفيديو كالعادة، لو اول مرة بتشوفيني اتمنى تكوني مشتركة معايا في القناة، هكون سعيدة جدا بوجودك معايا. وما تنسيش تحطي لايك للفيديو لو عجبك، ويلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول ونبدأ في الوصفة على طول. اول حاجة هبتدي بتعصيج اللحمة الاول. هنا كده معايا في طاسة على النار هضيف فيها 3 معالق كبار من الزيت. ولو اللحمة بتاعتك فيها نسبة من الدسم بلاش تضيفي زيت خالص، هنكتفي بس في الدسم اللي موجود في اللحمة. ولكن اللحمة اللي كانت معايا كانت نسبة الدسم فيها مش كتيرة قوي، فضفت 3 معالق بس من الزيت. بدأت بعد كده اضيف كمية اللحمة بتاعتي وهبتدي اقلب فيها بقى كده، طبعا على نار متوسطة. يعني النار ما تكونش هادية قوي، علشان طبعا اللحمة بتاعتي تتشمع كويس وكمان تتقفل المسام بتاعتها، وفي نفس الوقت ما تنزلش السائل اللي جواها. اول ما اللحمه بتتغير من اللون البنك للون اللي احنا شايفينه ده، هنبتدي على طول نضيف بصلتين كبار مقطعهم مكعبات صغيره. وطبعا هنبتدي نقلب البصل مع اللحمه لحد ما البصله اللي معايا تطرى خالص، وكمان كده احس ان هي قربت تستوي معايا. بعد كده هنضيف معلقه من هريسه الشطه او هريسه الفلفل الاحمر. عايزه اقول لكم ان المعلقه دي بتنقل اللحمه او التعصيجه لمكان تاني خالص، بجد بتخلي طعمها حلو قوي. ولكن لو مش بتحبوها سبايسي ممكن تستغني عن الخطوه دي تمام. بعد كده هنبتدي نضيف بقى المطيبات بتاعتنا. انا هنا بعتمد اعتماد كلي على الكمون والفلفل الاسود والكزبره الجافه والبابريكا ورشه من القرفه وبس كده، وبظبط الملح. طبعا بتبداي تضيفي البهارات اللي انت حباها، ولكن البهارات اللي انا قلت لكم عليها دي بتخلي طعم التعصيب جميله جدا. وكمان ما بنساش رشه من جوز الطيب، بتخلي برضو ريحه اللحمه وطعمها حلو قوي. وبلاش نبالغ بقى في التوابل اكتر من كده علشان طعم اللحمه ما يضيعش مننا. هبتدي اقلبها بقى كده واسيبها شويه بقى لحد ما تبتدي ان هي تستوي معانا. في الوقت ده هبتدي احضر القرنبيطه نفسها. معايا كده قرنبيطه تكون كده حجمها حلو، وتكون كده تكون الوردات بتاعتها كده محمله ومفيش فيها فراغات كتير. هبتدي كده اجيبها وانضفها من اي خضار او اي حاجه خضرا فيها، وابتدي ان انا اقطعها بقى، اشيل الوردات بتاعتها. وكمان هخلي بالي ان انا اسيب العنق كله، مش هاخد العنق معايا. يعني هناخد بس الزهره او الورده زي ما بتسموها. والعنق ده طبعا مش هستخدمه، انا هستغنى عنه تماما لان مش هحتاجه اصلا. بتبداي بقى تفصصيها كده بالشكل ده. ولو حسيتي ان فيها اي حاجه غير مرغوب فيها ابداي كده حشيها بالسكينه بالراحه كده لحد ما تبقى نظيفه معاكي وتمام، مش فيها اي مشاكل. في الوقت ده بكون محضره معايا ميه على النار علشان تغلي، علشان اسلق فيها القرنبيط. بعد ما افصص القرنبيط بالشكل ده هبتدي كده اغسله الاول قبل ما ابدا ان انا اسلقه غسله كويسه. وبعد كده هنبتدي على طول بقى في الميه اللي غلت معانا، هضيف فيها كده ربع معلقه صغيره من الكمون، وهضيف فيها كمان معلقه من الملح، معلقه صغيره. وهبتدي اضيف بقى القرنبيط. طبعا الكمون اللي معانا هنا علشان طبعا الغازات اللي بتتسبب بسبب القرنبيط والكرنب وكده، فدايما بحب اضيف كده ربع معلقه صغيره من الكمون في ميه سلق القرنبيط او الكرنب. هنبتدي بقى نضيف القرنبيط بتاعنا وهبتدي ان انا اسيبه بقى يتسلق. طبعا في المرحله دي انا عايزه القرنبيط يستوي كويس جدا معايا. يعني مش زي الطريقه العاديه اللي احنا بنخليه يستوي تقريبا كده مش بنسبه 100%، علشان طبعا ما يتهريش مننا في القلي. ولكن في المرحله دي انا عايزاه يستوي قوي معايا. بعد كده بشوف بقى التعصيجه بتاعتي، هنبتدي بقى نضيف ليها كده شويه من الفلفل. لو عندك بقى فلفل الوان او فلفل اخضر، فلفل احمر رومي، اي فلفل حابه تضيفيه ابداي ضيفي طبعا فلفل. انا هنا ضفت بس فلفل اخضر. وهديله كده تقليبه مع اللحمه وهسيبها بس دقيقتين على النار، وبعد كده هنطفي عليها علشان الفلفل يفضل محتفظ باللون بتاعه وكمان القوام بتاعه. القرنبيط من وقت للتاني هبتدي اختبره، اول ما يوصل بقى للقوام او التسويه اللي انا محتاجاها هبتدي على طول بقى اطفيه من على النار او هشيله. وهغسله تاني بعد ميه السلق دي، هشطفه كده واصفيه من الميه، وكده خلاص هو بيكون جاهز معايا. بعد كده هنبتدي نحضر البشاميل. انا هنا هستخدم كميه الماده الدهنيه بتاعتي مزيج من السمنه على الزبده على الزيت. لما تيجي تعملي البشاميل ضيفي كده مزيج من الثلاث حاجات دول، هتخلي طعم البشاميل بتاعك كريمي وجميل جدا. بعد كده هنضيف لكل معلقه من الماده الدهنيه معلقه كبيره من الدقيق. ولكل كوبايه لبن برضو معلقه كبيره من الدقيق. يعني كوبايه اللبن بتاخد معلقه من الدقيق ومعلقه كمان من الماده الدهنيه. انا هنا ضفت 6 معالق من السمنه على الزبده على الزيت، وكمان ضفت 6 معالق من الدقيق.
هنبتدي بقى نحمص الدقيق بتاعنا مع الماده الدهنيه كده شويه في الزيت والسمنه والزبده اللي احنا ضفناها لحد ما تشم ريحه تحميص الدقيق كده. وكمان عايزه اقول لكم القوام المظبوط للماده الدهنيه ان يكون الدقيق فيها يكون يعني مرق شويه، ما يكونش يابس قوي. لو حسيت ان هو يابس معاكي قوي ابدأي اضيفي شويه من الماده الدهنيه. ضفت بعد كده اللبن، انا احتجت ل6 كوبايات من اللبن، وببدأ ان انا اقلب بقى تقليب مستمر علشان الدقيق ما يكتلش معانا. والبشاميل بتاعي بضيف لي بس رشه من الفلفل الاسود ورشه من جوز الطيب والملح، بس كده. مع البشاميل طبعا بضيف شويه من الجبنه الموتزاريلا. الجبنه الموتزاريلا كمان لو هتخرجيها من الفريزر استخدميها على طول، لان لو سبتيها بره شويه هتبتدي ان هي تسيح معاكي ومش هتبقى كده مبشوره زي ما بنكون محتفظين بيها في الفريزر. فنصيحه لما تخرجيها من الفريزر استخدميها على طول، بلاش تسيبيها بره لحد ما تفك. بنقلب بقى البشاميل تقليب مستمر لحد ما يوصل للقوام اللي احنا شايفينه ده. اول ما بيتقل معانا بيكون كده خلاص بقى تمام معانا، بنبدا ان احنا نشيله من على النار. بس كده ببدأ اجيب القرنبيط بتاعي بقى زي ما قلت لكم، انا كنت اتخلصت من العنق اللي فيه قبل ما اسلقه. فببدأ على طول بقى كده بالهراسة بتاعتك ابدأي اهرسيه او بمعلقة كده، طبعا هو بيكون مستوي جدا معانا، فهتبدأي ان انت تهرسيه كويس جدا بالمعلقة بالشكل ده. ده بقى البشاميل جميل جدا يا بنات، قوامه كريمي وقوامه مظبوط جدا جدا. يعني دي تعتبر افضل طريقة لعمل البشاميل بقوام كريمي. عايزه اقول لكم كمان ان الجبنه الموتزاريلا بتدي بجد للبشاميل طعم وقوام حلو قوي. بعد كده هنبتدي بقى في تحضير الصينيه بتاعه القرنبيط. هتجيبي بقى الصينيه بتاعتك او البايركس زي ما بنحضر صينيه المكرونه البشاميل عادي، بتبداي تجيبي كده طبق من البشاميل بنفردها في قاع الصينيه. وهنبدا بعد كده نجيب بقى القرنبيط بتاعنا ونبدا نحط عليه كده مغرفتين من البشاميل، هقلبهم كويس في القرنبيط بالشكل ده. وبعد كده هبتدي اخد بقى نص كميه القرنبيط اللي معايا ونبدا ان احنا نحط كده نص الكميه في الصينيه. عايزه اقول لكم كمان ممكن كمان بدل الطريقه دي، يعني احنا دلوقتي هنتعامل معاها معامله المكرونه البشاميل بالظبط نفس الطريقه، طبقه قرنبيط مع طبقه لحمه وبعدها طبقه القرنبيط وبعد كده البشاميل. ممكن كمان نخلط اللحمه المفرومه مع القرنبيط، كله مع بعضه وبتبقى طبقه واحده، وفي الاخر بتضيفي طبقه البشاميل بس. طبعا ممكن تحضريها باي شكل انت حباه. بعد ما ضفت طبقه القرنبيط وفردتها كويس بالشكل ده، جبت بقى طبقه اللحمه المفرومه وحطيت الطبق بالشكل اللي احنا شايفينه ده. تحط طبعا كميه مناسبه من اللحمه، وبعد كده هنحط اخر طبقه وهي القرنبيط. هبتدي بعد كده افرد طبقه القرنبيط دي كويس جدا واسويها، وبعد كده هضيف طبقه البشاميل وكده خلاص الصينيه بتاعتي بتكون جاهزه. حابين تضيفوا رشه من الجبنه الموتزاريلا على وش البشاميل تمام، مفيش اي مشاكل. بس كده في التوقيت ده هكون شغلت الفرن بتاعي على درجة حرارة 200 علشان ادخل الصينية بتاعتي في الرف، تاني رف من تحت لحد ما الصينية تبتدي كده تحمر من الحواف بتاعتها او الجوانب. بعد كده بتفتحي الشواية تبدأ ان هي تاخد لون معانا، وبالطريقة دي بتكون جاهزة تبدأوا تخرجوها وتقدموها بألف هنا وعافية. بس كده يا بنات تبدأوا بقى تقدموها بالطريقة اللي انتوا عايزينها. ممكن تقدموها مع رز ابيض او رز بشعرية او رز اصفر بالشكل اللي انتوا عايزينه والطريقة اللي انتوا عايزينها، ابدأوا قدموها وألف هنا وعافية للي يجربها. بعد ما بتخرج من الفرن ده بيكون لونها اخدت لون جميل جدا، وعايزه اقول لكم بدون اي اضافات ولا جبنه موتزاريلا ولا بيضه ولا اي حاجه خالص. سبتها كده لحد ما هدت شويه، وبعد كده ببتدي اقطعها كده خرط مناسبه بالحجم اللي انت عايزاه، وبتكون كده القطعه متساويه وطالعه كده مستقيمه مش متبهدله معانا. وبس كده قدمتها انا بقى مع رز اصفر، كانت وجبه جميله جدا سهله وسريعه وخفيفه جدا. عايزه اقول لكم كمان خفيفه قوي عن القرنبيط المقلي. غير كده طبعا احنا وفرنا في كميه الزيت، لان الفتره دي طبعا الزيت زي ما احنا عارفين غالي جدا. القرنبيط كمان الموسم بتاعه ده يعني هو بيكون متواجد في فصل الشتاء بكتره. فابداوا هاتوا بقى وجربوا الوصفه الجميله دي وقولوا لي رايكم، طبعا ما تنسوش تقولوا رايكم في التعليقات. بس كده يا بنات الوصفه بتاعتي بتكون خلصت والفيديو كمان خلص، اتمنى يكون عجبكم وتكونوا كمان استفدتوا من الطريقه. لو انتي وصلتي بقى معايا لحد هنا في الفيديو ولسه اول مره بتشوفيني، اتمنى تكوني مشتركه معايا في القناه، هكون سعيده جدا بوجودك معايا. واهم حاجه بقى ما تنسيش تحط لايك للفيديو لو عجبك. وطبعا بشكر الجميله اللي كملت معايا الفيديو للنهايه، وان شاء الله يا بنات اشوفكم على خير في فيديو تانية كتير. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.